اهلا بيكم فيديو جديد. التدريب المهني في المانيا ده برنامج تدريبي عملي بتحصل فيه على تعليم مجاني وبتقبض فيه كمتدرب خلال فتره الدراسه. وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن كل حاجه بتخص التدريب المهني، مين يقدر يقدم عليه، تقدم عليه ازاي، ايه الفرص المتاحه فيه، والاهم من ده ازاي تعمل كل ده وانت لسه في بلدك الام وتاخد الفيزا من غير ما يكون معاك حساب مغلق تقدمه للسفاره تحط فيه فلوس كتير في المانيا. لو اول مره نتقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري سافرت المانيا من حوالي 5 سنين، وكل المصادر اللي هنتكلم فيها هتبقى موجوده في صندوق الوصف كالعاده. التدريب المهني ده دراسه غير جامعيه بتدمج ما بين الدراسه العمليه في الشركات والمدارس النظريه، مدته بتبقى حوالي من 2 ل3 سنين. بعدها بتمتحن امتحان النهائي، بتاخد بعدها شهاده بتقول ان انت متخصص في مهنه معينه، تقدر بعدها ان انت تشتغل في الشركات او المستشفيات في المانيا. والمانيا بتعتمد عليه بشكل كبير في تخصصات مختلفه علشان هم شايفين ان دي اداه كويسه ان هم يحلوا مشكله العماله اللي عندهم. في اكتر من 300 وظيفه مختلفه في التدريب المهني في الصناعه القطاع الطبي والصحه وغيرها وغيرها، زي التمريض، المسعفين، مساعدين الاطباء في الصناعه، الميكانيكي او عامل الميكاترونكس في المصانع او الاي تي وحاجات تانية كتير. انت تروح 3 ايام في الاسبوع الشركه ويومين تانيين اخر الاسبوع المدرسه، تاخد فيهم حصص وامتحانات وكده، وبتقبض وانت بتدرس، بتاخد مرتب صغير كمتدرب تقدر انت تكفي بيه مصاريفك لحد ما تخلص فتره التدريب المهني بتاعك. المرتب ده بيختلف على حسب التخصص، بس هو بيبقى في المتوسط حوالي 1000 يورو. حاطط صندوق الوصف مخطط بيشرح لك المرتبات بتاعه التدريب المهني المختلف وانت لسه بتتدرب، بس يعني زي ما بنقول حوالي 1000 يورو، ودول تقدر تعيش بيهم كويس لحد ما تخلص التدريب المهني بتاعك. في نوعين من التدريب المهني، وهو التدريب المهني العادي وحاجه اسمها الدراسه المزدوجه. الدراسه المزدوجه مش هنتكلم عليها في الفيديو ده، هتكلم عليها في فيديو تاني بالتفصيل علشان دي برضو حاجه كويسه في ناس كتير ما تسمعش عنها. في التدريب المهني مش لازم تكون دارس جامعه، تكون بس مخلص مدرسه ثانويه عامه او اي مؤهل تاني زي مثلا معهد فني صناعي او غيرها، وتكون بتتكلم الماني على اقل مستوى B1، يفضل B2 علشان التدريب المهني كله بالالماني علشان في المانيا. طيب ازاي تقدم على التدريب المهني من وانت لسه في مصر او في بلدك الام؟ اول حاجه تجيب شهاداتك اللي هي شهاده المدرسه، شهاده اللغه، شهاده الجامعه لو في، او اي شهاده خبره ثانيه في التخصص اللي انت برضه هتقدم عليه. القاعده العامه ان التدريب المهني مش محتاج شهاده خبره، بس لو عندك فده هيزق معاك في الابلكيشن او التقديم اللي انت بتقدم عليه. تعمل سي في وكفر ليتر بالالماني. انا عملت فيديو بيتكلم عن ازاي تعمل سي في وكفر ليتر بالالماني، والحاجات دي مهمه جدا. في معظم الاحيان بيبقى ده اللي بيحدد انت هتتقبل في الوظيفه دي ولا لا، او يعني مقاعده التدريب المهني ده. بعدها بتوثق الكلام ده من السفاره الالمانيه في بلدك، وكده انت ورقك جاهز ان انت تبدا تقدمه على الفرص المختلفه اللي تنزل على النت اللي انت هتدور عليها وتبدا تجمعها وتقدم عليها مره واحده. طيب تدور ازاي على فرص التدريب المهني؟ في مواقع مختلفه منها ausbildung.de وغيرها، هحطهم برده هنا في صندوق الوصف. المواقع دي بينزل عليها كل الفرص بتاعه التدريب المهني كل سنه. معظم الشركات الكبيره البرامج بتاعه التدريب المهني بتاعتها بتنزل في الخريف اللي هو سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر. الشركات الاصغر ممكن يمدوا بعد كده لحد فبراير بينزلوا برده اعلانات، وفي شركات برده بتنزل في وسط السنه من غير ما يبقى في مواعيد محدده، يعني انت تقدر تقدم طول السنه غالبا، بس المعظم بينزل في الخريف زي ما قلنا. اللي انت بتعمله بعد ما انت جمعت ورقك بتشوف انت عايز تتخصص في انهي مهنه بالظبط او وظيفه بتاعت ausbildung بالظبط. مواقع زي ausbildung.de انت ممكن تخش عليه تعرف بالظبط المهن دي عامله ازاي، فرص الشغل بتاعتها عامله ازاي بعد ما تخلص، المرتبات، كل حاجه بالتفصيل، حتى وانت بتقبض لسه كمتدرب مرتبك بيبقى عامل ازاي، وفرص العجز فيها في المانيا. لو انت عارف انت عايز ايه فدي حاجه كويسه، خلاص انت عارف طريقك، هتبدا تقدم بالظبط على الوظائف اللي بتنزل. لو مش عارف فانت بتحاول ان انت تحدد بوصلتك على 3 عوامل اساسيه. اول حاجه الوظيفه دي فيها عجز في المانيا ولا لا. الحاجه الثانيه مرتباتها عامله ازاي، يعني في وظائف تدريب مهني كتير مرتباتها مش عاليه فانت ممكن يعني تبعد عن الوظائف دي. او العامل الثالث حاجه انت تكون مش بتحبها اصلا، يعني شغلانه انت مش هتبقى عايز تعملها فانت تبعد عن الحاجات دي وتحاول انت تشوف يعني الوظيفه اللي هي بتملى يعني ال3 عوامل دول مع بعض. لما تعمل الحاجات دي بتجيب قاعده بيانات صغيره او يعني فايل اكسل كده بتجمع فيه كل البرامج او الاعلانات اللي انت شفتها، وبتبدا تقدم عليها واحده واحده. يا اما انت تبعت ايميل في الورق بتاعك وايميل قوي تشرح فيه انت مين، عايز تعمل ايه، ليه بتقدم عندهم، ليه هم ياخدوك والحاجات دي. يا اما برضو بيبقى في بورتالز او منصات تبع الشركات ديت انت بتملى فيها البيانات وبترفع فيها ورقك سكان، والحاجات دي كلها بتروح وبعدين الشركات دي بتبص فيها او يعني الاتش ار بيبص فيها ويبعتوا لك يقول لك تعالى اعمل مقابله وهنتكلم مع بعض ونشوف دنيتك ايه، ولو في توافق ما بينك وبين الشركه فبيبعتوا لك العقد. بعد ما يجي لك العقد بتاع الاوسبيلدونج مبروك، انت ساعتها تقدر تقدم على فيزا من السفاره بتاعت بلدك علشان تيجي تعمل الاوسبيلدونج بتاعك في المانيا. السفاره يهمها ان انت يكون عندك غطاء مالي يغطي مصاريفك وانت جاي هنا المانيا. فلو انت معاك عقد اوسبيلدونج وبينزل لك مرتب في الشهر بيكفي المبلغ اللي المانيا شايفه ان ده ان انت محتاجه عشان تصرف بيه على نفسك، وانت ساعتها مش محتاج اي حساب مغلق او ضامن مالي، بتيجي المانيا بعد الاوسبيلدونج. ودي ميزه كبيره جدا لحد لسه صغير معهوش ال 11000 يورو، المبلغ كبير جدا طبعا لاي حد لو هو بيفكر انه يسافر المانيا. لو انت معاك دراسه جامعيه ومش معاك مبلغ الحساب المغلق ونفسك تيجي المانيا سواء دراسه او شغل، فده ممكن يبقى فرصه برضو بالنسبه لك. يعني بيجي لي السؤال ده كتير، لو انا
عايز اسافر ممكن اسافر مثلا كتدريب مهني مساعد صيدلي او مساعد طبيب او الحاجات دي. انا لو مكانك ممكن اعمل حاجه زي دي. في ناس بتبقى تقول انا درست جامعه ومش عايز ابقى يعني اشتغل كاوس بيلدونج، انا ما عنديش مشكله مع حاجه دي، وانت دايما هيبقى عندك الفرصه ان انت تطور من نفسك، سواء ان انت تكمل دراسه بعد ما تخلص الاوس بيلدونج. يعني معظم الناس هنا في المانيا اللي كان مجموعهم مثلا في الثانويه العامه مش كبير وما عرفوش يدرسوا جامعه بيخلصوا اوس بيلدونج، بعدها بيروحوا يدرسوا في الجامعه سواء بكالوريوس او ماجستير. بس دي حاجه كل واحد بيقررها يعني على حسب ظروفه. حاجه ثانيه بخصوص التقديم، بشوف كتير على النت شركات واشخاص انت بتروح تدفع لهم فلوس علشان هم يقولوا لك موضوع المراسلات ده بتاع الاوس بيلدونج، او هم يقولوا لك يعني هناخد منك فلوس وهنديك مقعد تدريب مهني في شركه في المانيا. انا رايي الشخصي في الموضوع ده ان الحاجات دي مش محتاج ان انت تدفع لحد فلوس ان هو يعملها لك، انت ممكن تعتمد على نفسك، والحاجات دي سهله ببحث جوجل بسيط او بحث بسيط يعني على النت تقدر انت توصل للشركات دي والاعلانات دي وتقدم عندهم. ان انت تعمل سي في كويس ده حاجه مش صعبه، حاجه ممكن انت تتعلمها. ان انت تكتب ايميل قوي ده كله بيعتمد عليك انت شخصيا، ولما تعتمد انت على نفسك من A to Z يعني لما تيجي هنا المانيا الدنيا هتكون اسهل بكتير من حد يعمل لك الورق دوت، خصوصا لو الفلوس دي انت هتكون محتاجها يعني اكتر من ان انت تدفعها لشركه او لحد. انا مش بهاجم الناس دي، هم بيقدموا خدمه وبياخدوا قصادها فلوس يعني عادي، بس انا بتكلم ليك انت شخصيا. انا شايف ان الحاجات دي يعني مش لازم الواحد يدفع فيها فلوس. نصيحتي ليك لو انت بتفكر تيجي المانيا بالطريقه دي، فهو اللغه الالمانيه هي مفتاحك. انت لازم تركز في الفتره دي ان انت تتعلم الماني قوي جدا، علشان في التدريب المهني انت هتكون بتشتغل في وسط الشركه مع ناس كتير، ومطلوب منك ان انت تتعلم الحاجه اللي انت بتعملها دي بسرعه علشان تثبت نفسك وتمشي في الدراسه او التدريب بتاعك. واللغه بتلعب دور كبير جدا في الموضوع ده. الالماني هو مفتاحك في بيئه العمل في معظم الاحيان في معظم الصناعات، فيعني ممكن تستغل الفتره دي ان انت تكون بتتعلم الماني كويس حتى لو انت وصلت للمستوى او معاك الشهاده اللي انت تقدر تقدم بيها. لو انت ليك تجارب او اسئله ممكن تقول لي هنا في الكومنتات، وممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس واشوفكم فيديو جديد.